السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى من الله تكونوا في أحوال طيبة. هذه أول مرة غادي نحط لكم قصة من قصص الغموض والجريمة، وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. غادي نبقى كل يوم سبت وخميس إن شاء الله غنحط لكم قصة جديدة، والقصص اللي غادي نحط لكم قصص حقيقية بامتياز. ويلا نبداو على بركة الله. القصة اللي غادي نعاود لكم دابا إلا سمعها إبليس غادي يبدا غير يصفق، حيت هذه واحد الخطة اللي ما يمكنش تطيح لكم على البال نهائيا. ديما كنسمعوا ديك الجملة الشهيرة اللي تيقولوها الناس: ما كايناش شي جريمة مثالية، ضروري القاتل غادي يخلي وراه واحد الأثر. ولكن هاد القصة اللي غادي نعاود لكم ربما غادي تبدل الرأي ديالكم بتاتا. وهاد القصة راه كتبها واحد طبيب نفساني، قصة حقيقية. هاد الطبيب النفساني كيجيو عنده بزاف د المرضى، وكل واحد وشنو المشكل ديالو، وكيبوحوا ليه بالاسرار ديالهم اللي ما كيقدروا يقولوها لحتى واحد. وكيقول كل ما جات عنده شي وحده ولا شي واحد كيهضروا على القصه ديالو كيقول هذه يمكن اكثر من الاخرى، وحده كتنسي في الاخرى. ولكن هاد القصة اللي غادي يسمع هاد المرة غادي تكون أصعب قصة وأخطر قصة سمعها في حياته، وآخر قصة من هاد النوع سمعها في حياته. إذن وغيبدا هاد الطبيب تيقول: أنا كنت في العيادة ديالي كما العادة خدام. في واحد العشية كنسمع الطرقات في الباب خفيفة، وتفضلت وقلت للطريق يتفضل. وإذا بها هي مرا ماشي راجل. دخلات وقلت لها: تفضلي جلسي. هي مرا ولكنها منقبة بالكامل، ما كيبان فيها والو غير عينيها شوية كتبان رقيقة، وفي شكل ديالها قصيرة. قلت لها: تفضلي وجلسي. جلست في واحد البلاصة اللي جلسوا فيها بزاف ديال المرضى من قبل ديالها، وكل واحد شنو القصة ديالو. وهضرت معايا بدون اي مقدمات. قالت لي: شوف، انا ما كنعملش النقاب وما عمري درت النقاب، هذه اول مره اختاريت النقاب باش نهضر على راحتي وبدون اي ارتباك ونبوح ليه بكل ما عندي. رديت عليها انا قلت لها: ما عندك مناش تحشمي ولا تخافي، وانا غادي نتفهمك وغادي نعاونك تلقاي الحل ان شاء الله المشكله ديالك. وقبل ما نكمل لكم تفكرت واحد الحاجه اللي هي اساسيه خصكم تعرفوها، ان الطبيب النفساني ما عندوش الحق انه يخرج الاسرار ديال المرضى ديالو. مثلا واخا يجي عنده شي واحد اعترف ليه بشي جريمه، كيدير شي جريمه من الجرائم، القتل ولا السرقه، ما عندوش الحق هاد الطبيب يبلغ عليه البوليس. ف فلذلك هي غادي تسول واحد السؤال، غادي تقول له: غادي توعدني بالسريه التامه ان هادشي اللي غادي نقول لك يبقى بيناتنا. وهو يرد عليه بواحد الجمله معروفه، ان واخا تكوني دايره جريمه فانا ما عنديش الحق نبلغ عليك البوليس، فتفضلي وقولي داكشي اللي بغيتي. حسيت بها ديك الساعه تنفسات. كيقول هذا الطبيب هذا، كيقول ملي قلت له هذا الكلام هذا حسيت بها ارتحت شويه. قالت لي: يا طبيب، احلام مزعجه ما بغاتش تفارق كاع، لدرجة تحولات هاد الأحلام الواقع ديالي. حياتي تحولت للجحيم، واللوم ما بغاش يفارقني. في كل دقيقة كتمر من حياتي كنحس بتأنيب الضمير الشديد. أنا حركت راسي بالموافقة، كنقول لها: زعما تفضلي قولي شنو هي المشكلة ديالك اللي خلاتك تكوني في هاد الحالة. قالت لي: غادي تبدا القصة ديالي قبل عامين، فوقاش كانت عندي 18 عام، وكان عندي اخر عام في الثانويه. وانت دكتور عارف الضغط ديال بنادم اللي كيكون عنده بكالوريا. الوالدين ديالي كانوا مزيرين عليا بزاف ومحقرين عليا باش ندير اللي في جهدي، ماشي غير ننجح، نجيب احسن نقطه، حيت بالنسبه لهم ان الحياه ديالي ولا المستقبل ديالي كيتوقف على ديك النقطه اللي غادي نجيب في الباك. كنت كنعيش حياه كئيبه بزاف وممله، حيت ديما كيقولوا لي: خصك تقراي، خصك توصلي، خصك تنجحي.
كنت غير كنشوف فيها وما رديتش عليها، كنقول مستحيل هاد البنت هادي هي القصه ديالها الحقيقيه. كنستنى تبدا في المعقول، حيت ما يمكنش هي تجي تشكالي من الوالدين ديالها من قبل عامين كيفاش كيتعاملوا معاها. قلت باقي عاقله، كنت كنبقى سهرانه كنحفظ وكنراجع حتى الفجر عاد باش كنعس، وفاش كنفيق كنرجع للقرايه والمراجعه، يعني نفس الروتين. بقات كتبكي وكتنهد، انا عطيت ليها واحد المنديل باش تمسح دموعها، نوع من التعاطف معها باش نخفف عليها شويه. وهنا كنستناها تبدا لي في المعقول. قالت لي واحد النهار في الليل، كانت الفتره ديال الراحه ديالي بين الوحدة د الليل وثلاثة د الليل، كنت كنستغل ديك الفرصه باش نتفرج في التلفازه او التليفون، ولكن عاقله في ديك الليله ما درتش هادشي. ديك الليله بالضبط المشؤومه ما عملت حتى حاجه من هادشي. وفجاه وانا كنفكر في هادشي غادي طيح عيني في الجرده ديال الجار ديالنا، حيت السرجم ديال الغرفه ديالي كان كيطل على الحديقه ديال الجار ديالنا. واحد الحديقه اللي كانت مكرفصه، وباين هو ما كانش كيهتم فيها نهائيا. شويه وانا نشوف شي حد خارج من الباب الخلفي ديال الدار ديال الجار ديالنا، واخا كان ظلام قدرت نميز الملامح ديالو، حيت كان القمر مضوي فيه شويه. انا نقدر نشوفه ولكن هو ما يقدرش يشوفني، حيت طفيت الضو ديال البيت، والدار كان الضواو ديالها مطفيين ديجا، والوالدين ديالي نعسوا شحال هادي. وكان كيبان عليه الخوف والقلق ومتوتر بزاف، وكان كيشوف يمين ويسار، واهم من هادشي كان هاز في يديه ميكا كحله، وباين من الهزه ديالو كيف كيتمشى ان ديك الميكا ثقيله بزاف، وتما غادي يدير اخر حاجه اللي كيديروا في الجريمه والرعب، غيرجع لدارو ويجيب معاه فاس والبالا وغيبدا يحفر. انا تشوكيت في ديك البلاصه، وطاحت في راسي حاجه وحده اللي طاحت في راسكم حتى نتوما دابا نيت، هذه راها جريمه قتل، والقاتل بغى يتخلص من هاد الجثه، هذه راها حاجه باينه وما فيهاش شك نهائيا. والمصيبه الكبيره كاع ان الجار ديالنا هو اللي كان كيحفر في ديك الجرده. في ديك الدار كان كيعيشوا ثلاثه الاشخاص، صاحب الدار الجار ديالنا والزوجه ديالو والخادمه ديالهم. انا تفكرت في راسي يعني هاد السيد ملي كيحفر تما وفي يديه ميكا كحله هو قتل شي وحده من هاد الجوج، يا اما الخادمه ديالهم ولا مراتو. وشويه نتفكر غير بالعقل، علاش غادي يقتل الخادمه ديالهم؟ مثلا هو الا ما عجباتوش وكتعصبو غادي يجري عليها ولا يطردها ويجيب واحده اخرى. تما درت في بالي هاد السيد قتل المراه ديالو. مهم بدا كيحفر وهو متوتر، وكل مره كيشوف واش كيشوفو شي حد. وهاد اللحظه بقى كيشوف واحد اللحظه، يعني بقى كيشوف في السرجم ديالي مره اخرى، وهاد المره طوال الشوفه. بديت انا كنرتبك، يعني تنقول يمكن شافني، تخلعت صراحه. ولكن بديت كنفكر كنقول ما يقدرش يشوفني، مستحيل يشوفني وانا في الظلام. وبقى كيشوف ما بغاش يحيد يعني، وفجأة رجع لخدمته وبقى كيحفر حتى سال الحفير، ودفن ديك الميكا ورد عليها التراب. وفي الاخير كان حيد من الجيب ديالو شي حاجه بحال تيرنا، بحال تليفون فيه الضوء، بحال كيدير اللمسات ديالو الاخيره واش يشوف خلات ماشي شي دليل وراه. صافي ومشى بحال للدار بحال ما وقع حتى حاجه. وانا ملي شفت داكشي توترت بزاف، في لحظه نسيت المشاكل ديالي مع القرايه والباك اللي خصني نجي فيه احسن نقطه، وليت غير كنفكر في داكشي اللي شفت. هذه اول مره نشوف هادشي وانا باقا صغيره. المهم هذه مصيبه نزلت عليا، ما قدرتش نعس، بغيت نعس ما قدرتش، بقيت هكاك فايقه ما عرفت حتى يمتى غفلتني عيني. المهم حتى مع ديك الظهر فيقتني الوالده ديالي، كتفيقني في ديك الساعه حيت عارفه بالليل كامل وانا كنحاول نراجع ونحفظ. المهم اللي فقت اول حاجه فكرت فيها هو داكشي اللي شفت البارح.
كنفكر شنو ندير. وديك الساعة قلت غنقولها لوالديا ونصارحهم بداك الشي اللي شفت، ولكن بلاتي الا داك الشي ماشي جثة، الا داك الشي ماشي نيشان، يعني غادي نحط والديا في واحد الموقف محرج ونجبد ليهم المشاكل. والديا الا قلتها ليهم غادي يعيطوا للبوليس، هذه حاجه باينه. ولكن الا داك الشي ما كاينش، المهم انايا فكرت خصني نتاكد، وغادي ندير واحد الخطه ونتاكد واش بصح قتل شي حد ولا لا. غفلت موالين الدار وخرجت من الدار دغيا، ومشيت عند الدار الجار ديالنا. بديت كنطل في الجردة ديالو في ديك البلاصة النيت اللي كان كيحفر فيها. المهم وانا نتشجع ونصوني في انترفون. المهم ما تعجبوش من هاد الفكرة الغبية اللي درت هاد البنت. مشات لراسها الخطر، ولكن المهم هي راها موجدة واحد الخطة. المهم هي كتكمل كتقول كنسمع واحد الصوت جاوبني، والصوت ديال الخادمة ديالو انا كنعرف الصوت ديالها. قالت لي شنو بغيتي؟ انا قلت في راسي الحمد لله هذه بعدا باقا عايشه، يعني ماشي هي اللي ميته. قلت لها انا بغيت مولات الدار في واحد الحاجه اللي ضروريه بزاف، قول لها تخرج عندي. قالت لي المهم راه فات الساعه هذه راه ما كايناش، فوقاش تجي نقولها ليها؟ وهي باقي كتهضر، وكنحس بشي حد حيد ليها انترفون من يديها، وكان الصوت ديال الراجل، هذا المجرم ديالنا، يعني الجار ديالنا المجرم. هو سولني نفس السؤال، قال لي شكون وشنو بغيتي؟ قلت له انا راني بغيت المراه ديالك في واحد الحاجه ضروريه وكلمها ليا عافاك. قال لي راها ما كايناش هنا، فوقاش تجي نقولها ليها وتجي عندكم. قلت له واش ممكن تنزل عندي شويه باش نهضر معاك انت؟ المهم بقى ما جاوبنيش ديك الساعه، بقى كيتنهد وقال لي المهم واخا انا راني جاي. صافي ما كملهاش دقيقه وهو هبط، وهو يفتح الباب وتجي عينيا في عيني، وكنحس براسي كنترعد، انا واقفه امام مجرم حقيقي هذا. المهم انا كنحاول ندير الشجاعه في راسي. قلت لي الوالده ديالي صيفطتني، راها عرضت المراه ديالك غدا غادي تتعشى معاها. بغيتو يعرف ان الوالدين ديالي في خبارهم باللي راني جيت عندهم، واخا دابا صرحته في الجريمه اللي دار، ما غاديش يقدر يدير ليا شي حاجه، حيت والديا يعني غادي يجيو عندي ويقلبوا عليا. وشويه هو جاوبني بادب، قال لي واخا شكرا، فوقاش غادي تجي غادي نعلمها بهادشي اللي قلتي لي. ودغيا غادي يدخل غادي يبغي يسد عليا الباب وهو متوتر. وانا ديك ردة الفعل ديالو ما عجبتنيش، وانا نواجهو ونصارحو وننطق داكشي اللي شفت. قلت ليه شوف، قبل ما تسد الباب انا راني شفت كل شيء البارح بالليل، كنت كنحضيك من السرجم، شفتك امتى حفرتي وامتى دفنتي وداكشي اللي درتي كامل. تا قتلتي مراتك ياك؟ ما تخيلوش ردة الفعل ديالو اللي دار معايا. ردة الفعل ديالو بكل بساطة ما كانت والو، ما جاوبنيش، سد عليا الباب دغيا. داك الصوت باقي في ودني، وديك الساعة انا تعصبت. تما فين قررت غادي نواجه والديا ونقول لهم كلشي اللي شفت واللي ليها ليها. وانا كطبيب قطعتها بكل فضول. قلت لها واش قلتيها لوالديك؟ واش عيطتوا للبوليس؟ واش تيقوك بعدا والديك؟ قالت لي المهم راه تيقوني، ولكن من بعد ما دوزوني واحد الحرب اللي صعيب بزاف، راهم تعصبوا عليا، ما خلاو ما قالوا لي، واهم حاجه كيقولوا لي كون كان قتلك حتى انتي. اش هادشي اللي دخلتي فيه راسك؟ شنو بغيتي بالضبط؟ المهم في الاخير هما قرروا وانبهم الضمير ديالهم غادي يعيطوا للبوليس. وهنايا البوليس غادي يجيو في رمشة عين، حيت ملي سمعوا جريمة قتل جاو بالزربة، ما تعطلوش. جاو 3 دوريات ديال البوليس، وتما فوقاش غادي يشوفوا الجيران داكشي شنو واقع هنا، غيبغيو يتجمعوا كاملين تما وغيستناو يعرفوا شنو واقع. المهم البوليس قبل ما يقتحموا الدار ديالو سولوني انا هي الاول، وخداو مني الاقوال ديالي، وقلت لهم كلشي داكشي اللي شفت بواحد الحاله هستيريه وكنبكي. جاتني داكشي يعني رهيب، يعني ما حيت انا صغيره جاني داكشي كبير عليا بزاف. المهم قالوا لي واخا يلا ندخلوا ونقتحموا الدار ديالو.
المهم هما صوناو في ان تليفون عادي، خرج ليهم وهو متوتر وخايف، كاين بان توتر في وجهه. وسولوه اول سؤال: فين هي مراتك؟ قال لهم ما كايناش دابا. قالوا له فين هي؟ قال لهم المهم ما عرفتش. المهم بداو كيضغطوا عليه بالاسئله بزاف، وراكم عارفين البوليس. وهنا بدا كيصارحهم، قال لهم انا ومراتي مدبزين وديما كدير لي بحال هادشي، كتخرج من الدار وما كنعرفش فين مشات. دابا رانا دابا يومين دبزنا وما عاودش شفتها، خرجت من الدار وما شفتهاش، ودابا انا معصب ولقيتوني كنفكر نطلقها، حيت هادشي اللي كدير فيه هاد السيده هادي ماشي نورمال. كتخلي راجلها وكتمشي انا ما كنعرفش مع من هي دابا ولاش كدير في شغلها. وهنايا غادي يسولوه سؤال اخر اللي كان انا كيضرني في راسي: انا كيفاش هاد السيد كيقول هادشي ولكن مراتو ما كايناش في الدار، وشنو داكشي اللي دفن تما البارح؟ واحد البوليسي غادي يقاطع التفكير ديالي وغادي يسولو نفس السؤال، غنقول له: ايوا شنو دفنتي البارح في الجرده ديالك وبالليل شنو؟ وغادي يجاوب واحد الجواب اللي هو صادم ومضحك في نفس الوقت. قال لهم انا مهم ما كنحملش القطوط، عندي مشكل مع القطوط، ما كنحملهمش، وانا عندي هنايا بزاف ديال القطوط، ما خليت ما درت ليهم باش نبعدهم عليا، ولكن والو. والبارح قررت انني نسممهم، درت ليهم السم في الماكله وكلوها. ملي ماتوا جمعتهم في واحد الميكا ودفنتهم في الجردة الدار ديالي. قالوا له: وعلاش درتي هادشي بالليل وماشي بالنهار؟ قال لهم باش ما نديرش الانتباه ديال الناس وغادي يفهموا شي حاجه غلط اللي ما كايناش، يعني غادي يفهموا شي حاجه اخرى. وقال لهم وهو كيشوف فيه بواحد الحقد، قال لهم: ولكن زقلت شي ناس اخرين باين بلي راهم شافوني، وانا داكشي اللي تيقول ما ضيقتوش نهائيا، حيت باين كيكذب واصلا هو فيه التوتر. وكنت خايفه للبوليس يثيقوا وما يحفروش ديك البلاصه. وتما غادي نقاطعها انا كدكتور عاود مره اخرى. غنبغي نعرف كل شيء بسرعه، جاني فضول. قلت لها: ايوا واش حفروا ديك البلاصه وشنو لقاو تما؟ قالت لي بعد ما خمات شويه وجاوبتني، قالت لي: دكتوره هم حفروا ديك البلاصه، ولكن قبل ما يحفروها خداو الاقوال ديال الخادمه ديالهم اللي كانت معاهم. قالت لهم: انا داكشي ديال المشاش وديال السم انا ما فخباريش، انا كنعس بكري وما شفت هادشي وما عندي به علاقه، بصح كاين المشاش ولكن انا ما عارفاش شنو واقع. وبالنسبه لمراتو راه بصح تخاصموا ومشات بحالها هاد يومين ما شفناهاش، يعني هادشي اللي كدير ديما. المهم غادي يجيو واحد جوج العمال ديال الحفير وغادي يحفروا حتى يجبدوا ديك الميكا. وهنا الصدمه القويه اللي ما كانتش كنستناها لا انا ولا البوليس ولا الجيران. هضرتو طلعت بصح، دفن تماك غير مجموعه ديال المشاش. يا لطيف على موقف تحطيت فيه. في ديك الساعه انا تفكرت غير في والديا، تحطوا في واحد الموقف اللي خايب بزاف وغادي نحطهم في مشاكل كبيره، وهاد السيد هذا يقدر يتابعنا قانونيا. وانا نقاطعها مره اخرى بدون تردد: اي ولا لقاو تما المشاش؟ ومراتو فين هي المرا ديالو؟ واش رجعت من بعد ولا ما رجعتش؟ وتما فين غادي تصدمني صدمه اخرى، صدمه ديال العمر عاود. شافت فيا وجاوبتني بواحد النبره ديال الصوت، يعني بزز كتخرج الصوت من فمها، وبدات كتدمع في عينيها مره اخرى. قالت لي: دكتور راه المرا ديالو بصح راه قتلها، ولكن هو خبى واحد السر على البوليس، دار واحد الخطه. وشنو هي هاد الخطه هادي؟ قالت لي: كيقولوا احسن طريقه باش تخفي الحقيقه هي تبينها. وفي الواقع كاين قصه اخرى من هادشي اللي عاودت لك من الصباح. قصه ما فيها ان الجار ديالنا في ديك اليومين اللي كيقول فيه الناس راه مشات وما عرفت فينا هي كانت في الدار. وحيت ما غاديش يهتموا الناس في هادشي، عارف حيت ديما كدير هادشي هي، ومعروفه ان ديما كتمشي وكتبقى واحد المده وكترجع. هو فكر هاد المره هادي انه يخدرها في ديك يومين وتبقى ناعسه، فوقاش ما فقط غادي يزيد ليها المخدر وكترجع للنعاس.
وكان خازنها على الخديمه ديالهم في البيت ديال النعاس، ما تقدرش هي تدخل البيت ديالهم. هذه هي الخطه الذكيه والبسيطه ديال الجار ديالنا بكل بساطه. قتل المراه ديالو باش يدفنها، ما قدرش يدفنها، مشى قتل المشاش هما الاولين باش يدفنهم في واحد الحفره اللي حفرها هو. وباش نشوفوا انا من السرجم وعارف انني غادي نشوفه، ف غادي نعيط للبوليس حاجه عاديه، وغادي يجيو البوليس وغادي يحيدوا داكشي ويقلبوا على داكشي اللي دفن تما، وما يلقاو تما والو غير المشاش. وغادي يرجعوا داكشي كيف ما كان، ويكون هو بعيد على الشبهات. يعني فاش غادي يقتل مراتو حتى واحد ما يديها فيه، حيت كلشي الناس الجيران عارفين ديك الحفره شنو فيها. هاد الخطه اللي دار صدقني، قول بالبوليس، قول بني، قول بالجيران، قول بوالديا، المهم تقول بالناس كاملين. وحتى يا دكتور اللي كنعاود لك انت في هذه القصه دابا من الصباح وانت كتسمع لي، وحتى انت تقول بتي بهذا المصطلح قالت لي. وقالت لي من في هذه اللحظه هذه دابا اللي انا جالسه معاك، حتى واحد ما عارف المرض ديال هاد الجار فينا هي وشنو وقع فيها، وباقي والديها كيقلبوا عليها. انا في صراحه كطبيب نفساني تصدمت من هذه الحيله البسيطه والخطيره في نفس الوقت اللي دار هذا المجرم هذا. اش من العقول عنده بلاتي وباقي كنفكر وانا نتفكر واحد الحاجه اللي مهمه. كيفاش الناس ما عارفينش وانتي عارفه شكون قال لك هادشي، وعلاش ما علمتيش البوليس مره اخرى؟ وانا غادي تصدمني اكبر صدمه في حياتي. قالت لي انا راني مزوجه بيه دابا، انا مزوجه بجارنا. كيفاش انت مزوجه بواحد مجرم؟ فهاد اللقطه هادي بالضبط نزلوا دموعها من عينيها مره اخرى، و... والعينين ديالها غير كيبكيو. قالت لي انا وياه كنا في علاقه حب دون العلم ديال المراه ديالو. وهادشي اللي عاودت لك كامل دابا كان خطه رسمناها انا وياه، ومسرحيه نمثلوها انا وياه على البوليس وعلى دارنا وعلى الجيران. درنا هادشي كامل على ودي ديك الحفره باش نلقاو فين نتخلصوا، نديروا المرا ديالو نتخلصوا منها. وفاش تاكدنا دابا ان الناس كاملين عارفين باللي ديك الحفره فيها غير المشاش، الجار ديالي مشى مباشره قتل المرا ديالو وعاود تدفنها في ديك البلاصه وتزوج بيا انا. قالت لي انا ما فخوراش دابا فراسي، ولكن هاد الشيء اللي كاين هذه هي الحقيقه. وانا قطعتها من بعد موقف الدم في جسمي. تبورشت صراحه، هذه صدمه ليا. انا كنحس براسي دابا جالس مع مجرمه خطيره. قلت لها اش من نوع البشر نتوما؟ قتلتوا انسانه بريئه بدم بارد وجايه تعترفي ليا بالمصيبه ديالك والقتل ديالك هنايا في العياده ديالي؟ اشنو كديري هنا؟ يعني بواحد العصبيه وانا متوتر ومعصب. وهي تقاطعني، قالت لي صافي يا دكتور عافاك، راني اللي فيني مكفيني، اجيت عندك باش تلقى لي شي حل وتساعدني. انا يسحب لي فوقاش غادي نتزوجو غادي نرتاح معاه، واخا انا وياه دابا مفاهمين وكيبكيني وكنبغيه، ولكن كيأنبني الضمير ديالي، ما كنعس ما كناكل. واخا كنبغيو بعضياتنا، ولكن المشكل كبير في حياتي، كنشوف جحيم، انا عايشه في جحيم دابا. وهادشي اللي جيت عندك باش تلقى لي شي حل، شي دواء باش ننسى هادشي. انا غوت عليها بعصبيه، قلت لها ما عندي لك حتى شي حل، الحل اللي كاين راكي عارفاه، هو تطلقي من هذا المجرم وغادي تبلغي به للبوليس. وشوفي مزيان، يعني هو استغلك، انا عارف بلي راكي استغلاك باش ينفذ الخطه ديالو. وخصك تعترفي بهذا الشيء كامل والبوليس والعائله ديال هاد المراه اللي ماتت يعرفوا بنتهم راها ماتت ويتهنوا من جهتها. الا ما درتيش هاد الشهاده غادي تبقى حياتك كامله وانت كتعيشي في العذاب والامراض وما عمرك غادي ترتاحي. راكم قاتلين روح، والروح عزيزه عند الله. قالت لي عافاك دكتور، خصني ننسى هادشي، انا بغيت شي حاجه باش ننسى هادشي. انا في ديك اللحظه ما نكذبش عليكم، كون كان في يدي نتصل بالبوليس ديك الساعه باش يجيو
ولكن ما نقدرش حيت هذه كتعتبر سرية د المهنة، ما نقدرش نخرج الأسرار. وأنا يجي واحد السؤال في بالي قلت ليها علاش ما طلقهاش وتزوجك انتي عوض ما يقتلها. قالت لي راه ما غاديش يقدر يطلقها حيت نهار تزوجات بيه شرطت عليه واحد الصداق كبير بزاف ديال الفلوس، وهو ما عندوش داك المبلغ باش يطلقها، وعيا فيها باش هي اللي تطلقو باش ما يخلصهاش ديك الفلوس، ولكن حلفات لا طلقت منه حتى يخلصها كلشي. وكان الحل ديالو الوحيد هو يقتلها ويتهنى منها. وهنا عرفت بلي هاد البنت هادي استغلها بصح، استغلها لجوج حوايج، منها باش يتهنى من الصداق ديال المرا ديالو ويتهنى من مراتو، وحاجة أخرى أنه يلقى مرا أخرى ويتزوج بهاد الفتاة اللي هو معجب بها وكيقول لها بلي راني كنبغيك. قالت لي هو اللي رسم ديك الخطة كاملة، هو اللي علمني شنو نقول للبوليس، شنو نقول للوالدية، شنو ندير. المهم قال لي كل شيء، هو اللي جا من شحال وهو كيقري فيا باش نتعلم هذا الشيء. قالت لي انا ما كان بيني وبين حتى حاجه، هو اللي نزل عليا بحال النعله. انا كان بالنسبه ليا جاري ما بيني وبينه والو، هو بقى كيتبعني ديما كيبين لي باللي راه معجب بيا وكيعطيني واحد الاهتمام. وانا بديت كنمن ليه. واحد النهار بالصدفه ما عرفت كيف دار لقى النمره ديالي وبدا كيهضر معايا وكيلتاج ليا، كيعاود لي من المرا ديالو، كيقول لي راه مكرفساني، راه ديما ما كايناش معايا ومهجراني وكتمشي من الدار وخايبه معايا، يعني بحال ولينا اصدقاء. قالت لي في واحد اللحظة طورت العلاقة ديالنا ووليت حتى أنا كنبغيه، واللي عطا الله عطاه. قررت باش نصالح والديا في هذا الشيء حيت هو مزوج، ماشي لوجيك باش نبقى نهضر معاه، ولكن ما قديتش حيت والديا ما غاديش يقبلوا وغادي نولي في مشاكل كبيرة. ما قدرت نقولها حتى واحد. وواحد النهار قال لي انا راني بغيت نتزوجك وكنبغيك بزاف، ولكن ما عنديش الامكانيات باش نتزوجك لسببين. وقال لي شنو المشكل ديالو وبدا كيعمر لي راسي وانا هنا نقطعها بلا ما تكمل. قلت له واش بغيتي تبرئي راسك من جريمه؟ انت راكي مجرمه، واخا المجرم استغلك وماشي انت اللي قتلتي، ولكن راكي مشروكه في هذا الشيء، راكي جريمه وبلا ما تحاولي تبرئي راسك وبلا ما ديري حتى حاجه. انا كنشوفك قدامي مجرمه، وهادشي اللي درتو خطير بزاف وما عمرك تشوفي لهنا في حياتك. وغادي نقول لك واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، مادام هاد السيد هذا قتل واحد الروح راه غادي يجي واحد الدور عليك حتى انتي. عرفتي نهار اللي غادي يحس بيك كيأنبك الضمير ديالك وما قدش تاكلي ولا تشربي، غادي يعرف راك غادي تبلغي به للبوليس، واول حاجه اللي غادي يدير غادي يقلب على شي خطه جهنميه بحال هاد الخطه هادي، وغادي يقتلك حتى انتي وغادي يغبر لك شقف. حيت اللي قتل مره واحده غادي يقتل جوج وثلاثه وربعه وما كاينش اللي غيحبسو، هذا خصك تحبسيه نتيا، غادي تبلغي به البوليس. راه غادي يقتلك حتى انتي، انا متاكد. في ديك اللحظه انا باقي كنهضر حسيت بها ما عجبتهاش الهضره ديالي. في مره ناضت واقفه وخرجت من الباب، من تما ما عاد شفتها ولا رجعت عندي. ما كنعرفها، ما كنعرف سميتها، ما شفتها في وجهها، ما عرفت المدينه اللي كتعيش فيها، واش هي النيت ولا شي مدينه اخرى ولا شي بلاد اخر. جات لعندي وصافي. لهاد اللحظه ليت وانا كنعاود لكم هاد القصه، ما عرفتي واش ديك المراه باقا مدفونه في ديك الجرده ولا خرجوها ولا بلغت البوليس ولا شنو دارت. هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى من الله تعجبكم. كانت قصه صراحه انا عجبتني بزاف، يعني فيها الغموض، فيها بزاف د الحوايج اللي خطيرين صراحه، يعني ماشي منطقيين شي حوايج. يعني الانسان فين كيوصل بالخبث ديالو بالتفكير ديالو، فعوض ما يستغل الذكاء ديالو في شي حاجه تنفعو كيستغلو في حاجه اللي ما غادي تنفعو لا دنيويا ولا اخرويا. كنتمنى ما تنساونيش من زر في الاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.